بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. النهارده عندنا ماتش قوي جدا وماتش صعب من مباريات الدوري المصري، مباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر اللي ابدا مش هيبقى منافس سهل للنادي الاهلي. مارسيل كولر النهارده والجماهير الاهلاويه كلها بتسال هل مين اللي هيقف في مركز حراسه المرمى؟ هل محمد الشناوي ولا مصطفى شوبير بعد ما كابتن حسام حسن وقفه اساسي في مباراه المنتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا؟ وعلى ناحيه ثانيه جماهير النادي الاهلي بتتساءل برضه هل كهربا هيلعب اساسي النهارده بعد اصابه وسام مع منتخب فلسطين، ولا كهربا النهارده هيبقى احتياطي وهيلعب بطاهر محمد طاهر من وده بيعني طبعا ان خلاص مشوار كهربا مع النادي الاهلي بيخلص، وان كولر ومحمد رمضان خلوا كهربا خارج حساباتهم بصوره نهائيه. المباراه طبعا النادي الاهلي عايز ياكد جدارته وصدارته واحقيته بالدوري المصري، انه يبقى منافس طبعا قوي وشرس جدا على بطولته المفضله بطوله الدوري المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجه كبيره جدا 5-2 في المباراه الاولى، وفوزه بهدف بدون مقابل على نادي زد في المباراه الثانيه، وكمان فوزه في بطوله الانتر كونتيننتال على فريق العين الاماراتي، وبيأكد احقيته وجدارته في بطوله نايل دوري المصري السنه دي. المباراه هتكون الساعه 8 بتوقيت القاهره، وهتتذاع ان شاء الله على قناه اون تايم سبورت. بنتمنى ان شاء الله تكون مباراه ممتعه وتكون فيها اداء كويس يليق بالكره المصريه بالدوري المصري. طبعا بقى هل امام عاشور هيلعب النهارده وقفشه وتشكيل النادي الاهلي المتوقع؟ اكتبوا لنا في التعليقات رايكم مين ان شاء الله اللي هيفوز بالمباراه النهارده، وهل كهربا وهل مصطفى شوبير هيلعبوا اساسيين النهارده، ولا هنلعب بطاهر محمد طاهر قلنا والشناوي في حراسه المرمى؟ مستنيين دعمكم لينا وتعليقاتكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشير الفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين، وما تنسوش تكتبوا لنا توقعاتكم للمباراه في التعليقات. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديو.